الانجليش كيك مكوناته ايه وبيتحضر ازاي وازاي كمان يطلع باللون الجميل ده؟ ومش بس كده، ده كمان بطعم وريحة الموز وكل قطمة حاسة بقرشة المكسرات، يعني حاجة رهيبة. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. اول حاجة هنجهزها مع بعض هي المكونات السائلة. كوباية كبيرة من الزبدة تكون طرية جدا، هضربها كويس قوي بمضرب الكهرباء لحد ما تكون ناعمة. هضيف عليها كوباية كبيرة من السكر البني واقلب كويس قوي. بعد كده هضيف 3 حبات من البيض بدرجة حرارة المطبخ، ومعلقة صغيرة من الفانيليا السائلة، واقلبهم كويس جدا. دلوقتي كمان هضيف كوبايه كبيره من الزبادي وبرده تكون بدرجه حراره المطبخ، اقلب كويس قوي. ودلوقتي معايا 4 حبات من الموز، ههرسهم كويس جدا واضيفهم على المكونات السائله واقلب تقليب بسيط. وبالنسبه للمكونات الجافه، كوبايتين كبار من الدقيق مخصوص للكيك، معلقه صغيره من البيكنج باودر والبيكنج صودا، ربع معلقه من الهيل المطحون، معلقه كبيره من القرفه، وكوبايه كبيره من عين الجمل المفروم. اقلب كويس قوي واضيف الدقيق على مرتين على المكونات السائله، واقلب كويس جدا لحد ما الدقيق يختفي معايا تماما. وانتوا بتقلبوا لو حسيتوا ان خليط الكيك تقيل جدا، هتضيفوا ربع كوبايه بس من الحليب الدافي وتقلبوا تقليب بسيط. وطبعا هنستخدم قالب الانجليش كيك، دهنته بالزبده وبدرته كويس جدا بالدقيق. هضيف كل كميه خليط الكيك واساوي الوش. تدخل الفرن على درجه حراره 170 لمده 50 دقيقه. هنسيبها لحد ما تبرد تماما وبعد كده نقطعها. ضفت عليها صوص الشوكولاته اللي هسيب لك اللينك بتاعه تحت الفيديو. بألف هنا وشفا، واشوفكم ان شاء الله على خير. باي باي.